السلام عليكم. الملاعب التي ستلعب عليها المنتخبات العربية ببطولة كأس آسيا 2023 في قطر. فيديو تفصيلي عن كل منتخب عربي بأي ملعب رح يلعب ببطولة كأس آسيا. لكن قبل ما نفوت بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، مبدئيا المباراة الافتتاحية والنهائية ببطولة كأس آسيا راح تقام بملعب لوسيل، فبالتالي المباراة الأولى الافتتاحية بين قطر ولبنان راح تكون بملعب لوسيل، أكبر ملاعب قطر والملعب الكبير الذي احتضن نهائي كأس العالم. هذا الملعب اللي بيتسع ل 90 ألف متفرج. المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان راح تكون بلوسيل، والمباراة النهائية إن شاء الله يتواجد فيها منتخبين عربيين كمان راح تكون بملعب لوسيل. وهون يا صديقي العزيز راح أبدأ من مجموعة سوريا، استراليا، أوزبكستان والهند. منتخب سوريا بمباراته مع أوزبكستان ومباراته مع استراليا راح يلعب بملعب أو استاد جاسم بن حمد، بينما المباراة الأخيرة مع منتخب الهند راح يكون بملعب البيت. بطبيعة الحال استاد جاسم بن حمد يعني من الملاعب الصغيرة بقطر، وأول مبارتين للمنتخب السوري راح يكونوا بهذا الملعب، والمباراة الأخيرة باستاد البيت، أحد الملاعب الكبيرة بقطر والملاعب المميزة والجميلة. أما منتخب العراق اللي بيتواجد بمجموعة اليابان، فيتنام وأندونيسيا، المباراة الافتتاحية للمنتخب العراقي راح تكون باستاد أحمد بن علي. المباراة الثانية مع منتخب اليابان راح تكون بملعب المدينة التعليمية، والمباراة الثالثة مع منتخب فيتنام راح تكون بملعب استاد جاسم بن حمد. بطبيعة الحال منتخب العراق راح يلعب بثلاث ملاعب مختلفة، يعني المباراة الأولى استاد أحمد بن علي، المباراة الثانية المدينة التعليمية، والمباراة الثالثة استاد جاسم بن حمد، على عكس المنتخب السوري اللي راح يلعب مباراتين بنفس الملعب، ملعب جاسم بن حمد، والمباراة الأخيرة بالبيت. المنتخب العراقي ثلاث ملاعب مختلفة. ونفس الأمر راح يكون مع المنتخب السعودي. المنتخب السعودي راح يلعب بثلاث ملاعب مختلفة بمجموعته مع منتخب سلطنة عمان، تايلاند وقرغيزستان. المنتخب السعودي راح يلعب مباراته الأولى مع منتخب سلطنة عمان بملعب استاد خليفة الدولي. المباراة الثانية راح تكون مع منتخب قرغيزستان باستاد أحمد بن علي. أما المباراة الأخيرة مع منتخب تايلاند فراح يكون باستاد المدينة التعليمية. بينما منتخب عمان راح يلعب مباراته الأولى مثل ما حكينا مع المنتخب السعودي باستاد خليفة الدولي. المباراة الثانية راح تكون مع تايلاند باستاد أحمد بن علي. أما المباراة الثالثة راح تكون مع قرغيزستان باستاد عبد الله بن خليفة. ومنروح لمجموعة فلسطين، إيران، الإمارات وهونغ كونغ. المنتخب الإماراتي راح يلعب مباراته مع هونغ كونغ باستاد خليفة الدولي، مع المنتخب الإيراني باستاد المدينة التعليمية، ومع منتخب فلسطين باستاد الجنوب. بينما منتخب فلسطين راح يلعب بطبيعة الحال مع منتخب الإمارات باستاد الجنوب، أما مع منتخب إيران باستاد المدينة التعليمية، مع هونغ كونغ راح يلعب بملعب عبد الله بن خليفة. ومنروح لمجموعة البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن وماليزيا. ونبدأ من منتخب الأردن اللي راح يواجه منتخب ماليزيا باستاد الجنوب. المباراة الثانية مع كوريا الجنوبية باستاد الثمامة، والمباراة مع البحرين راح تكون باستاد خليفة الدولي. مباراة البحرين مع الأردن باستاد خليفة الدولي، مباراته مع كوريا الجنوبية منتخب البحرين راح تكون باستاد جاسم بن حمد، ومباراته مع ماليزيا نفس الأمر باستاد جاسم بن حمد. وبطبيعة الحال مجموعة قطر ولبنان مثل ما حكينا المباراة الافتتاحية راح تكون باستاد لوسيل. منتخب قطر المباراة الثانية أمام طاجكستان راح يلعب في استاد البيت. أما المباراة الأخيرة أمام الصين راح يلعب باستاد خليفة الدولي. منتخب لبنان المباراة الأولى مع قطر باستاد لوسيل، المباراة الثانية باستاد الثمامة، والمباراة الثالثة مع طاجكستان باستاد جاسم بن حمد. بالنظر للملاعب أكيد يعني الملاعب جميلة جدا، والحديث عن الملاعب يطول، وممكن نتحدثنا بما فيه الكفاية عن ملاعب قطر ببطولة كأس العالم، هي نفس الملاعب.
لذلك ما راح نكرر الحديث عن جمالية الملاعب. الاختلاف بين بطولة الأمم الأفريقية والأمم الآسيوية فيما يخص الملاعب، ببطولة الأمم الأفريقية يعني مثلا مدينة ممكن تستضيف مجموعة كاملة، يعني نفس الملعب بتلعب في المجموعة بالكامل، المجموعة راح تلعب بنفس الملعب. أما بالأمم الآسيوية الأمر مختلف بكأس آسيا 2023 بقطر، لأن أنت عم بتلاحظ بأن الغالبية العظمى من المنتخبات عم بتغير الملعب. يعني أنت اليوم بتلعب باستاد خليفة، اليوم الثاني بتلعب باستاد جاسم بن حمد، اليوم الثالث بتلعب مع المباراة الثالثة بتلعب باستاد أحمد بن علي. طبعا التغيير الموجود بقطر لأن المساحة صغيرة والملاعب قريبة، فبالتالي الأمور سهلة، الأمور ميسرة. يعني أنت ما بتحكي عن دولة متباعدة الأطراف، الملاعب بعيدة عن بعض، فبالتالي المجموعات كل مجموعة بتضل بمدينة معينة. هذا الأمر ببطولة الأمم الأوروبية نفس الأمر، يعني أنت بتلاقي نفس المدينة بمجموعة واحدة، فالمباريات دائما بنفس الملعب. بقطر الأمر مختلف، دائما في تجربة جديدة، في اختلاف، في أجواء مختلفة. فدائما أنا بحس أنه هاي البطولة مع الملاعب المختلفة أجمل وأحلى. هذا كل شيء حاب أحكيه، معلومة بسيطة عن الملاعب والمنتخبات اللي راح تلعب، المنتخبات العربية خص نص. وبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.